السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة يوني نيو سبورت. ريز... في هذه رسالة جديدة. ميسي يثير الغموض حول ظهوره في المونديال 2026. أبرز ما فيها: وصل ليون ميسي نجم أنتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب الأرجنتين إثر الغموض بشأن اعتزاله أو عدمه المشاركة مع بلاده في كأس العالم المقبل ل 2026. بعث ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على الانستغرام ذكرى للمباراة الأخيرة له في بلاده بالقميص منتخب الأرجنتين، حيث ساهم ليون ميسي بهدفين في الفوز على فنزويلا 3-0 فجر الجمعة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. وكتب قائد منتخب الأرجنتين: لقد كانت الليلة مميزة جدا وتبقى الكلمات عاجزة عن وصف الكلمات والمشاعر وما شعرت به. أشكر من أعماق قلبي الجماهير على حبهم ودعمهم الدائم لنا. وختم قائد التانغو رسالته بكلمة تحمل أكثر من معنى: مهما حدث ومهما كان المستقبل الذي يعلمه إلا الله وحده، إلى الأمام الأرجنتين. وضمن منتخب الأرجنتين تأهل رسميا منذ أواخر مارس آذار الماضي، وسترافق المنتخبات كالتالي: البرازيل وأوروغواي وباراغواي وكولومبيا وإكوادور، التي ضمنت أيضا تأهلها من التصفيات أمريكا الجنوبية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وتبخل علينا بزر سبسكرايب والضغط على جرس الجرس ليصلكم كل جديد. وقولوا لنا ماذا تظنون، هل سيعتزل ميسي أم لا؟ المفاجأة سننتظرها في كل تعليقاتكم. مع السلامة.